الساعة كانت 8 صباحاً، الخامس من أغسطس سنة 1952. سيارة على أحد جسور ولاية تينيسي الأمريكية، بداخلها واحدة من أذكى العقول اللي أنجبتها مصر. وفجأة انقلبت السيارة وسقطت من ارتفاع 40 قدم. لكن المأساة ما كانتش مجرد حادث طريق. في سائق نط قبل الحادث، وفي خطاب مكتوب بخط إيدها بتقول فيه: لو حصل لي حاجة اعرفوا إني اتقتلت. دي مش بداية قصة بوليسية، دي بداية قصة سميرة موسى، أول دكتورة مصرية في الفيزياء النووية، وأول عالمة مصرية تتحط على قائمة الخطر. مش خطر على بلدها، لكن خطر على مخططات الدول الكبرى. اتولدت سميرة موسى 3 مارس 1917 في قرية سيمبو الكبرى في محافظة الغربية. بنت وسط بيت بسيط، لكن في راجل واحد مؤمن بالعلم، أبوها، اللي قرر يبيع جزء من أرضه وينقل عيلته كلها القاهرة علشان بنته تتعلم. لكن التحدي جه من أقرب الناس. أمها رفضت في الأول إنها تدخل مدرسة، فبدأت تتعلم في البيت وتضغط وتلح لحد ما دخلت مدرسة شمس الأشراف الابتدائية التابعة لجامعة فؤاد الأول. كانت الأولى على مصر في الثانوية العامة سنة 1935. عارف الملك فؤاد عمل إيه؟ إداها جايزة مالية تقديراً لتفوقها، لكن هي تبرعت بيها لعلاج مرضى السرطان. دخلت كلية العلوم جامعة فؤاد الأول، وكان اختيارها الأول الرياضيات، بس لما قابلت الدكتورة الإنجليزية ليزا ميتنر اتبدلت حياتها واختارت طريق صعب اسمه الفيزياء النووية. في سنة 1939 بقت أول امرأة مصرية تعين معيدة في كلية العلوم، وخدت الماجستير في التوصيل الحراري للغازات، وبعدين حصلت على منحة وسافرت بريطانيا، وحصلت على الدكتوراه من الفيزياء النووية من جامعة لندن. اسمها اتسجل سنة 1951 في دليل العلماء البارزين هوز هو، وكانت بتشتغل على معادلة لتحويل المعادن الرخيصة لطاقة ذرية. والأخطر إنها نشرت أبحاث في تطبيق الذرة في علاج السرطان، مش في الحرب. سميرة كانت عندها حلم إن الذرة ما تكونش أداة حرب، لكن أداة شفاء. وقالتها بصراحة: لو امتلك العرب الطاقة الذرية مش هيقدر حد يهددهم. وفي سنة 1951 سافرت أمريكا لدراسة المفاعلات النووية، وبدأت تحضر مؤتمرات دولية عن نزع السلاح النووي وترفض أي عروض للتجنس بالجنسية الأمريكية. وقالت: أنا مصرية وهرجع بمشروع علمي يخدم شعبي. قبل وفاتها بأيام تلقت مكالمة دعوة لزيارة معمل نووي سري في كاليفورنيا، وبعدها بأيام دعوة تانية في ولاية تينيسي. وهي راجعة كانت الرحلة الأخيرة. سقطت السيارة من فوق جسر، اختفى السائق، وانتهت التحقيقات بسرعة. لكن الحقيقة لسه بتسألنا: هل كانت نهاية سميرة موسى حادثاً أم اغتيالاً ممنهجاً لتصفية عالمة قررت ألا تبيع ضميرها؟ أنشأت مصر مدرسة سميرة موسى النووية، ومنحتها جايزة الدولة التقديرية بعد وفاتها، واسمها اتكتب في الشوارع والكتب والأفلام. مش لأنها كانت عالمة بس، لكن لأنها كانت رمز إن العلم ممكن يكون مقاومة، وإن المرأة المصرية مش بس تشارك في المعركة، لكن ممكن تقودها. سميرة ماتت، لكن الحلم اللي بدأته لسه عايش. كل معمل، كل طالبة فيزياء، كل بحث عن الطاقة فيه شيء من اسمها. دي كانت قصة سميرة موسى
فتاة من زفتة أرعبت الموساد وألهمت ملايين.